مساء الجمال والحلاوة ومساء محشي الفلفل الجميل. زي ما احنا شايفين الطلب ده مطلوب ان هو يخرج جاهز على التسوية، والعميل هو اللي هيسويه. ألف هنا وشفا. شايفين الحاجة خارجة فريش ازاي؟ طيب الموضوع ده مش موضوعنا النهاردة. انتوا شفتوا فيديوهات كتير وشفتوا قد ايه احنا حاجتنا فريش والحاجة بتخرج ما شاء الله في منتهى النظافة اللي انتوا شايفينها. شايفين حاجة نظيفة ازاي؟ طيب هتصدقوني بقى لو قلتلكم ان احنا عشان نعمل شوية الفلفل دول دفعنا توصيل 105 جنيه؟ ايه ده؟ غريبة. ليه يعني؟ ليه 105؟ هو انتي ساكنة فين والتوصيل بكام؟ لا، احسبوها بشكل تاني. الفلفل والخضرة والطماطم والبصل والثوم من عند بتاع الخضار والتوصيل من عنده ب35 جنيه. الرز والزيت والصلصة من السوبر ماركت والتوصيل من عنده 35 جنيه. العطارة ملح وفلفل وبهارات وكمون والنعناع والحاجات دي كلها من عند العطار والتوصيل 35 جنيه. شفتوا بقى؟ شفتوا قد ايه ان الانسان اللي بيقعد يقولك هي اتكلفت كام عشان خاطر تتباع بالسعر ده؟ انت انسان مغيب، انت مش حاسب حاجات كتيرة قوي. ده انا شوية فلفل زي دول عشان اعملهم دفعت بس توصيل 105 جنيه. حد هيجي يقول لي ليه ما انت جايبه حاجات تانية؟ لا، اعتبر ان انا مش جايبه حاجات تانية. الاوردر كده بس. العميله طالبه تاخد فلفل بس، طالبه شويه دول كده، ال7 فلفلات الحلوين دول. هي مش عايزه اكتر من كده. انا بقى مش هربيها، مش هعلمها الادب، مش هقول لها لا 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 ما ينفعش تاخدي من عندي اقل من كذا. اصل انا عشان خاطر اعمل التوفير اللي انتوا بتقولوا عليه ده واللي في دماغكم لازم العميله دي تكون واخده من عندي 20 كيلو محشي عشان بقى انا احس ان الدنيا تمام وما غليش في الاسعار والكلام ده كله. لو حضرتك ناويه كل يوم تطلبي مني 20 كيلو محشي ساعتها بنزل لك في الاسعار، لكن حضرتك بتطلبي نص كيلو عايزانا ابيعهم لك بكام؟ متخيلهم بكام وانا دافعه فيهم بس 105 جنيه توصيل؟